بتبدأ أحداث الفيلم قبل 15 سنة من دلوقتي، وبنشوف الزوجين إيميلي ومات اللي بيشتغلوا عملاء سريين للمخابرات الأمريكية، وبتيجي مكالمة لمات بتأكيد تنفيذ العملية من المخابرات البريطانية في الوقت اللي بتستعد فيه إيميلي عشان يبدأوا يتحركوا، لكن بتعمل اختبار حمل وبتكتشف إنها حامل في نفس الوقت اللي بيستعجلها مات وبيقول لها إنها دايما بتتأخر، وبيبدأوا يتحركوا من بيتهم وبيروحوا قصر كبير جدا فيه حفلة عيد ميلاد، ولما بيوصلوا بتقول له إيميلي إن دي حفلة أطفال وبلاش تاخد معاك أسلحة، وبيسيب مات السلاحين اللي معاه في العربية. في وقت ما هم داخلين القصر بيقول لهم اتشال، اللي بيكون بيساعدهم عن طريق كاميرات المراقبة إن عربيتهم فخمة جدا، فبيقول له مات إنهم لازم يحافظوا على مظهرهم اللي بيخبوا هويتهم فيه. وإيميلي بتفكروا إنها صرفت أكتر من نص مليون دولار في عملية اسمها العصابة الصينية، وبيقول لهم تشاك إنهم لما ينفذوا العملية هيسيبهم يحتفظوا بالعربية، وبيبدأ تشاك يشرح لهم الخطة، وبيقول لهم النهارده هتعملوا دور سماسرة أسلحة من فرنسا باسم السيد والسيدة ليمي، وبيقول لهم هتقابلوا دلوقتي واحد اسمه بلتازار جو، ضابط استخبارات روسي سابق وواحد من أخطر الإرهابيين في أوروبا الشرقية، وبيعرفهم إن ده يبقى عيد ميلاد بنته، وبيحذرهم من إنهم يحاولوا يستخفوا بيه، وبيطلب منهم إنهم يلاقوه ويتعرفوا عليه. وفي نفس الوقت بيلاقوا بلتازار واقف مع مجموعة من الضيوف، وبتقول إيميلي إنها هتروح له، بتحط مادة على إيديها وبتسلم عليه، وبتقدر من خلال المادة دي إنها تاخد بصمات، وبيسجل مات بصمة صوته من خلال ساعة إيد سجلت اسمه لما إيميلي اتكلمت معاه، وبيطلعوا بسرعة لمكتبه وبيفتحوا درج سر بالبصمات اللي خدوها، وبيلاقوا جوه الدرج جهاز، وبيقول لهم تشاك إنه مفتاح شفرة بتتحكم في محطات ومنشآت حيوية جدا في العالم، وممكن من خلاله يتسبب في كارثة عالمية، لكن بمجرد ما بيقفلوا الدرج بيسمعوا صفارة إنذار، وبيتفاجئوا بحراس بلتزار داخلين عليهم المكتب، بيواجهوا الحراس وبيضربوه، وبيقول لهم تشاك يهربوا من السلم الشرقي بسرعة، وبيهربوا من السلم وبيدخلوا المطبخ، وهناك بيلاقوا حراس تانيين لكن بيقدروا يتغلبوا عليه، وبيخرجوا من القصر بسرعة، وبيقول لهم تشاك انهم يروحوا لنقطة الالتقاء، وهناك هيقابلوا العميل بارون من المخابرات البريطانية، وبيقول لإيميلي ما تقولش لبارون عن المفتاح اللي لاقوه، وبنعرف ساعتها ان بارون يبقى حبيب إيميلي السابق، وبيقول لها تشاك انه مش هيقدر يثق في اي حد دلوقتي. ولما بيوصلوا لنقطة الالتقاء في مطار خاص بيقابلوا بارون اللي بيقول لإيميلي انها مش هترجع تشتغل في المخابرات البريطانية تاني، وبترد عليه وبتقول له لما يبقوا يعينوا عملاء كويسين مش عملاء زيك، وبيكون بارون مجهز لهم طيارة خاصة عشان يسافروا بيها، وبيقول لهم يا ريت تحافظوا عليها وما تتعاملوش معاها زي الامريكان. ولما بيدخلوا الطيارة وبيجي لهم المضيف ويسألهم لو محتاجين اي حاجة، بيطلب منه مات شمبانيا لكن ايميلي بتقول له انها مش هتشرب، وبيستغرب مات وبيقول لها انهم دايما بيشربوا لما بينفذوا اي مهمة ناجحة، فبتقول له ايميلي انها مش عايزة تشرب دلوقتي عشان مرهقة، لكن مات بيقول لها ان في سبب تاني وان ده مش طبيعي، فبتعرفه انها حامل، وبيتصدم مات وبيسألها اذا كانت متأكدة، بتوريه اختبارات حمل كتير وكلها كانت ايجابية، وبتقول له انا عارفة ان علاقتنا ابتدت من فترة قريبة، لكن بيقول لها مات انه هيفضل معاها وانهم هيحتفظوا بالطفل سوا، فبتحس ايميلي بفرحة كبيرة بسبب رد فعل مات اللي بيكون بينادي على المضيف وبيقول له انه هيبقى اب فبيبارك له، لكن ايميلي بتسأله اذا كان متأكد من قراره، وبتقول له ان انجاب طفل مش سهل مع شغلنا، لكن مات بيقول لها انه عارف وانه متأكد من قراره، وبتحس ايميلي انها هترجع بسبب الحمل وبتروح الحمام، لكن المضيف بيقول لها ان الحمام مش شغال، وبتسأله ازاي ده ممكن يحصل في رحلة مدتها 11 ساعة، وبتلف تقول لمات ان الحمام مش شغال، وبتتفاجئ بالمضيف بيمسكها من ظهرها وبيوجه سلاح لراسها، وبيقول لمات انه عايز المفتاح، فبيقول له مات انه هيديله المفتاح بس بشرط انه يسيبها، وبيرمي الشنطة اللي فيها المفتاح وراه، وبتلف ايميلي بسرعة وبتاخد المسدس من المضيف في نفس الوقت اللي بيهاجمه مات، وبتواجه ايميلي باقي الحراس اللي موجودين في الطيارة، لكن بيطلع مساعد الطيار كمان وبيبدأ يضرب مع الحراس، وبيقوم المضيف وياخد المسدس اللي وقع منهم على الأرض، وبيضرب رصاصة لكنها بتيجي في الطيار، وبتبدأ تقع الطيارة وبيتدمر الجزء الخلفي منها، وبيلاقي مات باراشوت واحد بس وبيخلي ايميلي تلبسه، وبيقول لها خلي بالك من الطفل، لكن ايميلي بتقول له مش هسيبك، وبتمسكه بسرعة وبينطوا سوا من الطيارة على آخر لحظة، وبينزلوا بالباراشوت في مكان فاضي كله جليد، وبتسأله ايميلي إذا كان كويس ولا لأ، فبيقول لها مات إنه اتصاب بكسور في الضلوع وإن ده مش المهم دلوقتي، وإن المهم دلوقتي هو الطفل، وبيقول لها إنهم ما ينفعش يكملوا في الشغل ده لو عايزين يكونوا أسرة، وإن هويتهم اتكشفت كده، وبيقترح عليها إنهم يهربوا ويستخبوا ويبدأوا حياة جديدة، وإنهم هيفتكروهم ماتوا في تحطم الطيارة ومحدش هيدور عليهم تاني، لكن ايميلي بتقول له إنه ما عندوش أسرة وسهل إنه يعمل كده، لكن هي هتعمل إيه مع مامتها وهتضطر تقطع علاقتها بيها للأبد، فبيقول لها إنه مستعد يسيب أي حاجة عشان يفضلوا مع بعض. وفي الوقت الحاضر بعد مرور 15 سنة بنشوف ايميلي ومات وهم عندهم طفل
الطفلين إليس وليو، وبتكون بتجهز إيميلي الفطار، وبيقول لها مات إنه عنده ماتش مهم النهارده، وبتنادي إيميلي على الطفلين عشان يفطروا، لكن بتكون إليس مشغولة بتليفونها وليو مشغول بألعاب الفيديو. وبتقول إيميلي لمات إنها مش عارفة تتصرف إزاي مع إليس اللي طول الوقت ماسكة الموبايل، وبيقول لها مات خديه منها، لكن بتقول له مش هقدر أعمل كده، وبتقول له إن هو اللي يعمل كده. وبيقول لها مات إنه ما بقاش عارف يتعامل معاها، وإنها اتغيرت جدا بعد المراهقة، وبيطلب منها إنها تتعامل معاها زي ما مامتها عملت وهي 14 سنة. فبتقول له إيميلي إن مامتها راحت مهمة وسابتها وهي في السن ده. وبينزل ليو وهو معاه لعبة فيديو، وبيسأله مات انت سهرت لفترة كبيرة تلعب امبارح، فبيقول له ليو انه عمل كده فعلا. فبيقول له مات انه ما يعترفش بسرعة كده، وانه لازم يستحمل الضغط. وبتتخانق معاه ايميلي وبتقول له انه ما يعلموش الكذب. في نفس الوقت بتدخل إليس في الكلام، وبتقول لهم انهم بيكذبوا طول الوقت، وانها سمعت باباها من ايام بيتكلم مع عامل التكييف باللغة الروسية، فقال لها انه صديقه وانه بيتكلم معاه بالروسي. فبيستغرب ليو ان باباه بيعرف يتكلم روسي، فبيقول له مات انه اتعلم كلمات بسيطة لما كان شغال هناك هو ومامته. فبتقول لهم إليس مش قلتوا كنتوا شغالين في كولومبيا وتعرفتوا على بعض هناك؟ فبيرتبكوا إيميلي ومات، وبيقولوا لهم انهم اشتغلوا في دول كتير وعشان كده عرفوا لغات مختلفة، وبيركبوا الأربعة العربية عشان يوصلوا الطفلين للمدرسة. وبتحاول إيميلي انها تتكلم مع إليس، وبتقول لها ايه رأيك لو تعزمي صحابك في البيت او نشوف فيلم سوا، لكن إليس بترفض وبتتكلم مع مامتها بشكل سخيف. ولما بيوصلوا للمدرسة وينزلوا الطفلين وبترفض إليس تسلم عليه، وبيقفوا إيميلي ومات عشان يراقبوه. وساعتها بيكتشفوا إن إليس ليها صديق وما يعرفوش عنه أي حاجة، ولما بتشوفهم إليس بتتضايق إنهم واقفين يراقبوه، وبتقول لهم اشغلوا نفسكم بحاجة تانية غير مراقبتي. وبتقول لهم إنها هتروح تذاكر مع صاحبتها بعد المدرسة. وفي البيت بتكون إيميلي متضايقة جدا من تصرفات بنتها، وإنها ما بقتش عارفة تتعامل معاها إزاي. وبتلاقي إيميلي رسايل كتير جاية على لابتوب بنتها، وبتحاول تفتحه لكن بتكتشف إنها غيرت الباسورد. وبتبدأ تجرب أرقام تانية لكن بتلاقي الباسورد مكتوبة على ظهر ستيكر على اللابتوب. وفي اللحظة دي بيدخل عليها مات وبيقول لها بتعملي إيه، وبتقول له إنها بتحاول تفتح لابتوب إليس لأنها مخبية عنهم حاجة. فبيقول لها إنه مش صح إنهم يتجسسوا عليهم، لكن بتقول له إن دي أصلا شغلتهم وإنهم أصلا جواسيس. فبيقول لها إنهم جواسيس على الإرهابيين ومش على أولادهم. ولما بتفتح إيميل اللابتوب بتلاقي شات بين إليس وأصحابها، وهم بيتفقوا على حاجة اسمها نهاية العالم الكيميائية، وبيتحركوا بسرعة بالعربية وبيعملوا تتبع لموبايل إليس. وساعتها بيكتشفوا إنها موجودة في ملهى ليلي للكبار، ولما بيدخلوا المكان بيبدأوا يدوروا عليها بين الشباب والبنات، وساعتها بيلاقوها قاعدة مع مجموعة من أصحابها. ولما بيروحوا لها عشان ياخدوها بترفض تروح معاهم، وبيتحداهم واحد من الشباب وبيقول لهم إنها مش هتمشي معاهم. فبتضربوا إيميلي وبتحصل بينهم خناقة كبيرة، وبيتدخل مات وبيضرب باقي الشباب، وبياخدوا إليس وبيمشوا من المكان. لكن بيكون في واحد من الشباب صورهم على موبايله، وفي وقت ما كانوا راجعين بيسألوا إليس ازاي دخلت مكان زي ده، فبتقول لهم إنها معاها بطاقة مزورة بسن أكبر، وبيقولوا لها إنها هتتعاقب. فبتسألهم ازاي قدروا يضربوهم بالشكل ده، فبيقول لها مات إنهم واخدين دروس تايكوندو. وبتقول لهم إليس إنهم بيكذبوا طول الوقت ومش مصدقة أي حاجة قالوها. وفي البيت بتقول إيميلي المات إن اللي عملوه كان غلط، لكن لأول مرة تحس إنها رجعت زي زمان تاني، وإنها حست بسعادة لما قدرت تواجه الشباب دول. وبتقول له تخيل لو رجعنا تاني عملنا مهمة في أمريكا الجنوبية. فبيقول لها مات إحنا سيبنا الشغل ده الهدف وهو حماية أطفالنا، وإنهم مش هيرجعوا للحياة دي تاني. وفي تاني يوم الصبح بيلاقوا جرس الباب بيرن، ولما بيفتح مات بيتفاجئ بتشاك صديقهم القديم. فبيسألوا إزاي عرف مكانهم، وبيوريه فيديو ليهم وهم بيضربوا الشباب في الملهى الليلي. ولما بيطلبوا منه يدخل بيقول لهم إن مفيش وقت، وإنه زي ما هو لقاهم أعدائهم هيلاقوه. فبيقولوا له إنهم ملهمش أعداء وإنهم سابوا الشغل من 15 سنة. فبيفكرهم بمفتاح الشفرة وبيقول لهم إن محدش لقاه. ولما فتشوا مكان تحطم الطيارة لقوا الصندوق فاضي. فبيقولوا له إنهم ملهمش علاقة بيه، وبيقول لهم اتشاك إن بارون عميل المخابرات البريطانية هو اللي باعكم للضابط الروسي بلتزار وبقى يشتغل معاه، وهيوصل لكم عشان ياخد منكم المفتاح. وكمان المخابرات الأمريكية لو عرفوا إنكم عايشين هيقبضوا عليكم، ولازم تغيروا مكانكم في أسرع وقت. وفي وقت ما كان بيتكلم فجأة بيتضرب عليهم نار وبيتقتل تشاك قدام بيتهم، وبيتفاجئوا بمجموعة كبيرة من المسلحين بيضربوا عليهم نار وبيدمروا البيت. فبتقول له إيميلي إنهم بدل لقوهم بالسرعة دي يبقوا هيلاقوا الطفلين، وبيروحوا بسرعة للجراج وبيهربوا من الباب الخلفي. وبتقول
وبتقول له إيميلي إنهم لازم يثبتوا إن مفتاح الشفرة مش معاهم، فبيرد عليها مات وبيعترف لها إنه خده معاه قبل ما الطيارة تقع، وخاف لحد من الإرهابيين هو اللي يلاقيه. وفي وقت ما كان بيطاردهم المسلحين في الشوارع بتسأله المفتاح فين، فبيقول لها مات إنه خباه في إنجلترا في بيت مامتها. وبتتصدم إيميلي وبتلومه إنه كدب عليها طول السنين اللي فاتت، فبيعرفها إنه مفيش وقت وإنهم لازم يلحقوا يجيبوا المفتاح ويسلموه للمخابرات ويتفاوضوا معاهم على الحماية مقابل المفتاح، وبيقدروا يتخلصوا من المسلحين اللي بيطاردوه. وبيروحوا بسرعة لمدرسة ولادهم وبيدخلوا عليهم المدرسة بسرعة وبياخدوهم من بين زمايلهم، وبيروحوا بسرعة على المطار وهناك بيقولوا لهم إنهم مسافرين إنجلترا. وبتسألهم إليس إزاي هنسيب مدرستنا وحياتنا وليه هنروح إنجلترا أصلا، فبتقول لها إيميلي إنهم هيزوروا جدتهم، وبيستغربوا جدا لأنها فهمتهم إن جدتهم ميتة، لكن بتقول لهم إيميلي إنها على خلاف معاها عشان كده ما قالتش عنها قبل كده، لكنهم مضطرين يزوروها دلوقتي. ولما بيركبوا الطيارة بيقول مات لإيميلي إنه اتأكد إن مفيش حد من المسلحين ركب وراهم الطيارة، وبتعرفوا إنهم المفروض يصارحوا الأطفال بحقيقة شغلهم، لكن مات بيقول لها إنهم خبوا عليهم لمدة 15 سنة وما جاتش على يومين كمان لحد ما يخلصوا مهمتهم. ولما بيوصلوا مطار لندن بيدخلوا على مكتب الجوازات وبيكون اسمهم المزيف في الباسبورات عائلة بيكر، وبيعدوا من التفتيش لكن بيلاحظوا وجود كاميرات وبيحاولوا يخبوا وشهم منها لحد ما يخرجوا ويركبوا الباص. وفي وقت ما كانوا خارجين من بوابات المطار بيلاحظوا وجود شخص غريب وبيكون بيراقبها، بيقرروا انهم ينزلوا في محطة موقف العربيات. وفي وقت ما كانوا نازلين بتسرق إيميلي مفاتيح عربية واحد من الركاب. في نفس الوقت بيكون بارون موجود في المطار وبيسأل موظفة الجوازات عنه وبتقول له انها فاكراهم كويس، وبيطلب من المساعدة بتاعته انها تدور على اي خيط يوصلهم بالطفلين وهيقدروا ساعتها انهم يوصلوا لإيميلي ومات من خلالهم. وبيقول لها تراجع كاميرات المراقبة والمكالمات واي حاجة ممكن توصلهم ليهم. إيميلي ومات والطفلين بيتحركوا بسرعة لبيت جدتهم، وفي الطريق بيطلبوا منهم يقفلوا موبايلاتهم وممنوع يستخدموا الانترنت خالص، وقالوا لهم كده بحجة انهم يستمتعوا بالرحلة. لكن الطفلين بيكونوا متضايقين جدا ومش قادرين يفهموا ليه باباهم ومامتهم بيعملوا كده. وبعد شوية بيلاقوا العربية محتاجة بنزين وبيطلب منهم ليو انه يشتري اكل، فبيقفوا في محطة على الطريق وبيطلبوا منهم فلوس عشان يشتروا اكل، فبتقول لهم إيميلي انهم ياخدوا فلوس من شنطتها، لكن بيلاقوا الباسبورات وبيسرقوها وبيدخلوا المحطة عشان يشتروا اكل. وبتبص إليس في الباسبور وبتتفاجئ ان اساميهم مزيفة، وبتاخد بالها ان جهاز الفيديو جيم بتاع ليو بيتوصل بالانترنت. فليو بيقول لها ان اهلهم قالوا لهم ان الانترنت ممنوع، وبتقول له مش يمكن يكونوا مجرمين وهربانين، وبتدور على اسمهم على جوجل. في نفس الوقت بتتكلم إيميلي مع مات وبتسأله قدامنا وقت قد ايه عشان يلاقوا مكاننا، وبتقول له انها ام سيئة وعرضت ولادها لخطر كبير. وبيطمنها مات وبيقول لها انهم هياخدوا مفتاح الشفرة ويسلموه وان حياتهم هترجع زي الاول وان الموضوع بسيط. وفي نفس الوقت على الطريق وراهم بيكون موجودين رجالة بلطزار وبيكونوا ماشيين وراهم وبيحاولوا يلاقوهم، وبتوصل اشارة من جهاز الفيديو جيم بتاع ليو وبيعرفوا مكانهم وبيبلغوا بارون عميل المخابرات البريطانية. وبيوصل رجالة بلطزار للمحطة وبيحاصروا إيميلي ومات، وبتبدأ مواجهة عنيفة بينهم والطفلين بيتفرجوا وبيكونوا مصدومين من اللي بيحصل، وبيقدروا يقضوا عليهم كلهم وبسرعة بياخدوا الطفلين ويركبوا العربية وبيبقوا مش فاهمين ايه اللي بيحصل، وبيسألوهم مين دول وليه بيحاولوا يقتلونا. وهم بيتحركوا بره المحطة بيتفاجئوا بالعميل بارون ورجالته، فبتسوق إيميلي العربية بسرعة ومات بيوقع مجموعة من المواسير الضخمة قدام عربيات بارون ورجالته. وبيسألوهم الطفلين على الناس دي وبيقول لهم مات ان هو ومامتهم كانوا عملاء سريين وغير رسميين للمخابرات الأمريكية، وبيقول لهم انهم اعتزلوا من زمان وان اللي بيطاردهم دلوقتي إرهابيين وانهم وصلوا لمكانهم عن طريق الانترنت اللي فتحوه. وبياخد جهاز الفيديو جيم من ليه وبيرميه على عربية ماشية في الاتجاه المعاكس. في نفس الوقت العميل بارون بيروح لموقع المحطة وبتسأله المساعدة بتاعته ازاي عرفت تحدد مكانهم وهم لسه ما قدروش يعملوا تتبع لموبايلاتهم. فبيقول لها ان المفتاح كان ملك عصابة فولكا زمان وهم خدوه من بيت القائد بتاعهم بلطزار، وتوقعت انهم هيطردوهم وراقبتهم. وبيطلب منها انها تدور على خط سير العربية بتاعتهم عن طريق القمر الصناعي. وبيوصلوا بتجيني والدة إيميلي وبيقول لها مات خليني انا اتكلم معاها عشان ما تتخانقوا. وبتصحي الطفلين وبيتصدموا لما بيلاقوا بيت جدتهم قصر كبير جدا، وبيسألوها احنا من العيلة الملكية ولا ايه، وبتقول لهم ان جدتهم كان ليها نشاط كبير في
السبعينات، وبتكتب إيميلي رمز الدخول وبتفتح البوابة وبيدخلوا القصر وبيلاقوا جدتهم بتصطاد طيور ببندقية وبيستغربوا تصرفاتها لكن بيسلموا عليها وبتسألهم ايه سبب زيارتهم ليها فبيقولوا لها هنقولك على كل حاجة. ولما بيدخلوا جوه بيتصدموا لما بيلاقوها مرتبطة بشاب أصغر منها بكتير اسمه نايجل وبتعرفهم عليه وبتطلب منه ياخد الطفلين في جولة في القصر عشان تقدر تتكلم مع إيميلي ومات. في نفس الوقت العميل بارون بيوصل لموقع جهاز الفيديو بتاع ليو وبيلاقيه في شاحنة بعيدة جدا وبيعرف انه مقلب من مات وبيسأل المساعدة عن تتبع العربية وبتقوله ان اخر مكان ظهرت فيه كان مكان بعيد وان مفيش حواليه غير منشآت صناعية وارض متسجلة باسم جيني. ولما بيشوف صورتها بيعرف انها جيني والدة إيميلي اللي كانت عميلة للمخابرات البريطانية زمان. في نفس الوقت مات بيقول لجيني انه خبى المفتاح عندها فبتقول له جيني ان اكيد في ناس تانية عايزين ياخدوا المفتاح وانكم جبتوا مشاكلكم عندي بعد كل السنين دي. فبتبدأ إيميلي تتخانق معاها وبتقول لها انا حاولت ابقى الام اللي ما لقيتهاش فيكي وبتقول لها انها فضلت ولادها عن شغلها لكن مامتها بتقول لها انهم وصلوا لنفس النتيجة وان بنتها بتكرهها برضه وبتكون إليس واقفة وراهم وبتسمع كل الحوار اللي حصل بينهم. في نفس الوقت اللي العميل بارون بيطلب من ويندي انها تفتش المواقع التانية وبيقول لها ان هو هيروح لبيت جيني بنفسه وهيكون معاه قوات خاصة وبيروح مات وإيميلي للمكان اللي خبى فيه المفتاح وبيكون مكان مهجور في جنينة القصر وبتقول له إيميلي انها زهقت من اسلوب تعامل مامتها فبيفكرها انها في الاخر مامتها حتى لو كانت صعبة. في الوقت ده بتلاقي إليس في غرفة جدتها صور ليها مع مامتهم وصور ليهم كان بيبعتها مات لجدتها عشان يعرفها على أحفادها وبتتكلم معاها جدتها وبتقول لها انا عارفة انها مش بتكرهني وان انت مش بتكرهي مامتي لكن كانوا مش قادرين انهم يتفاهموا سوا علشان كانت مشغولة عنها بشغلها في المخابرات. وبيدخلوا في المكان اللي خبى فيه مات المفتاح وبيلاقوا الصندوق وبتفتحوا إيميلي وبيكون جواه المفتاح وبتلاقي معاه جواب كان كاتبه ليها مات زمان وبيقول لها فيه انه اسف عشان عرضهم للخطر لكنه احتفظ بالمفتاح عشان يقدر يحميهم وبيقول لها مات انهم محتاجين مساعدة جيني عشان يقدروا يحموا اسرتهم وبيتفاجئوا بطيارة هليكوبتر وصلت للمكان وبيرجعوا بسرعة لبيت جيني لكن بيلاقوها متكتفة هي وصاحبها وبيحرروهم لكن بيكونوا الأطفال مفقودين وبيبتدوا يدوروا عليهم في القصر لكن بيحاصروهم رجالة مسلحين وبياخدوهم لغرفة تانية فيها الأطفال فبيقول لهم مات هنسلمكم المفتاح لكن سيبوا الطفلين وبينادوا على بارون وبيقولوا له انهم عارفين انه ورا كل اللي بيحصل لكن المفاجأة ان كل اللي بيحصل من تخطيط تشاك صديقهم القديم وبيتصدموا وبيسألوه ازاي واحنا شفناك وانت بتموت فبيقول لهم ان كل اللي حصل من تخطيطه وكنت عارف ان موتي هيحرككم عشان تجيبوا المفتاح. وبياخد تشاك المفتاح من مات وبيديله مساعدته وبيقول لهم تشاك انتوا السبب في كل اللي حصل لي وان بسببكم المخابرات حملوني المسؤولية بحادثة الطيارة وضياع المفتاح وانه عمل كل ده عشان ينتقم منهم. وفي نفس الوقت بتتحرك جيني وبتقدر تجيب سلاح من مخزن خاص بيها وبتقتل الحراس اللي بره الغرفة لكن تشاك بيحس بيها وبتبدأ معركة كبيرة بين إيميلي ومات وبين تشاك وبيقدر تشاك انه يخطف الطفلين وبيتحرك بيهم بره البيت وبيركبوا الطيارة الهليكوبتر وبيفكروا ازاي هيقدروا يتبعوا الطيارة وبيقول لهم صديق جيني انهم يراجعوا كاميرات المراقبة وبيلاحظوا في الكاميرا الخاتم اللي بيلبسه ليو دايما وبيكون موجود فيه خاصية تتبع الأماكن فبيدخلوا بيانات الخاتم على اللابتوب وبيلاقوا مكانهم في متحف في لندن وبيدخلوا على موقع المتحف وبيلاقوا ان في حفلة رسمية النهاردة وان الدخول لازم يكون ببدلة وبيتحركوا بسرعة للمتحف وهناك بيدخل تشاك بالطفلين من الباب الخلفي بشاحنة وبيتصل تشاك على بلطزار وبيقول له لو ما وصلتش خلال ساعتين هبيع المفتاح لشخص تاني وان في 4 مشتريين غيرك وبياخد المشتريين عشان يوريهم قدرة المفتاح وبيقدر يفصل الكهرباء عن حي كامل في لندن باستخدامه وبيفصل الكهرباء عن لندن كلها وبيرجع يشغلها تاني وبيقدر يتحكم في السد الحاجز اللي بيمنع دخول مية المحيط على النهر وبيقول لهم انه هيبدأ مزاد على المفتاح من 150 مليون دولار. وبتدور إيميلي على مكان ليو عن طريق الخاتم بتلاحظ رجالة تشاك وبتروح وراهم هي وما وبيدخلوا المكان تحت المتحف وبيلاقوا حراس كتير في المكان وبتبدأ معركة بينهم لكن بيتفاجئوا بالعميل بارون اللي بيقول لهم انهم مطلوب القبض عليهم لكن مش هيعتقلهم عشان المفتاح مش موجود معاهم وانه هيساعدهم انهم يلاقوا ولادهم وبيروحوا للمكان اللي فيه تشاك والمشتريين لكن تشاك بيهرب وبيطاردوه إيميلي وما علشان يعرفوا فين ولادهم وبيهرب تشاك بسرعة وبياخد معاه الطفلين لمركب صغير جنب النهر
النهر وبيروحوا إيميلي ومات وراه، لكن بيتفاجئوا باتنين من رجالة بلطزار بيمنعوهم وعايزين ياخدوا منهم المفتاح، فبيقول لهم مات إن المفتاح مش معاهم، وبتظهر جيني اللي بيكون معاها سلاح كنز وبتساعدهم إنهم يهربوا من رجالة بلطزار، وبيجروا ورا تشاك اللي بيتجه ناحية السد الحاجز بين النهر والمحيط وهيهرب منه، وبتسرق إيميلي مركب من مجموعة من الناس وبتبدأ تطارد تشاك، وبتقابل مات على الجانب التاني وبيروح معاها في المركب، وبيحاول العميل بارون ومساعدته إنهم يقفلوا السد الحاجز، لكن بيكتشفوا إن تشاك عطل نظام السد عن طريق المفتاح ومش عارفين يقفلوه. في نفس الوقت نايجل صديق جيني بيكون مستنيها بالعربية عند المتحف، وبالصدفة بيشوف مساعدة تشاك اللي معاها مفتاح الشفرة طالعة بيه من المتحف، وبتركب العربية في الجراج، فبيتحرك بعربيته بسرعة وبيخبط عربيتها فبتفقد الوعي، وبيتصل بجيني وبيقول لها ان المفتاح معاه، وبتتصل جيني على ايميلي وبتقول لها ان المفتاح معاهم، فبتقول لها ايميلي انها تخليه يقفل السد الحاجز بسرعة، لكن بيكون مش عارف يقفله منين. وبتوصل ايميلي للمركب اللي عليه تشاك وولادهم وبتقدر تدخل فيه، وبيكون معاها ماء وبيضربوا رجالة تشاك اللي موجودين على المركب. في الوقت ده بيحاول صديق جيني انه يقفل السد وبيقدر يلاقي الكود بالصدفة، وبيبدأ يقفل السد تاني بالتدريج، وايميلي بتخلي الطفلين يلبسوا سترات نجاة وبتقول لهم ينطوا في النهر ويعوموا بعيد عن المركب، وبيضرب مات تشاك وبيسيبه في المركب لوحده، وبينطوا بسرعة هما كمان في النهر، وبيخبط المركب في السد الحاجز وبينفجر، وبيوصلوا الشرطة للمكان وبينقذوهم، وبيقول مات لابنه ليو انه فخور بيه، وبتحضن ايميلي بنتها وبتقول لها انها سعيدة انهم بخير. بتوصل جيني وبتحضنها ايميلي وبتشكرها على مساعدتها ليها وانقاذ عيلتها، وبيرجعوا لحياتهم الطبيعية تاني. وإليس بيكون عندها ماتش مهم بيحضروا كل أسرتها وكمان جيني وصديقها نايجل، وبعد الماتش بتروح إليس مع أصحابها عشان تذاكر، وبيروح ليو مع جدته جيني وصديقها، وبيركب مات وإيميلي العربية وبيتفاجئوا بالعميل بارون قاعد ومستنيهم، وبيقول لهم إنه جايب لهم مهمة جديدة، لكن بيقولوا له إنهم مش هيرجعوا للشغل ده تاني أبدا، فبيقول لهم إنهم ملقوش جثة تشاك في النهر، وبيقول لإيميلي محتاج مساعدتك في تجنيد حد من أفراد عيلتك، فبتقول له والدتي ممكن تشتغل معاك وتقدر تكلمها، لكن بارون بيقول لها المرة دي محتاجين والدك، فبيتصدم مات وبيقول لها عمرك ما كلمتيني عن باباكي، وبيخلص الفيلم.